الكناري، أسود جرجرة، الزعيم، كلها ألقاب مرجعها قاموس كبير إفريقيا، مشرف الراية الجزائرية، نادي الهوية الأمازيغية، شبيبة القبائل. اسمي معزيز في الليل، اعلامي بدي مكني علام، كمي الروح الله قبيلي ديما الحاملي. الجياسكا هو اسم يلخص كرة القدم الجزائرية، ناد برتبة زعيم محليا وسفير قاريا، رتبة نال عن جدارة نتيجة تاريخ الأقرب إلى أسطورة. يا سلام يا سلام، يا لو من هدف، يا لو من هدف، يا لو من هدف، هدف يدرس في مدارس كرة القدم، فعلا يدرس في مدارس كرة القدم. كل شيء بدأ يوم 29 جويلية سنة 46 في اجتماع ترأسه السيد عباس حمودة، خرج بنتيجة تأسيس جمعية رياضية باسم المزيان إندلن لقبيل. وفي الثاني من شهر أوت من نفس العام تم ترسيم تأسيس النادي وانطلاقة مسيرة الجيالو فيردي. 46 بالجمار بدأت الإسوار مجاهدين. كان دخول الشبيبة في المنافسة ضمن رابطة الجزائر لجمعيات كرة القدم باللونين الأحمر والأخضر آنذاك، علما أن كرة القدم الجزائرية في تلك الآونة كانت مقسمة ل3 جمعيات: جمعية شرق قسنطينة، جمعية وسط الجزائر العاصمة، وجمعية وهران الغربية. هذا وحققت الصعود من قسم إلى آخر حتى عام 1956، حيث جمدت كل النشاطات الرياضية بأمر من جبهة التحرير الوطني مساندة للثورة المجيدة. نكني في زماول نصل نغدي ما صغار جرجر يسعى الرويس لقبايل. وبعد الاستقلال عام 1962 استؤنفت النشاطات الرياضية، مع العلم أن الشبيبة كانت مرغمة على إعادة بناء الفريق إثر فقدانها العديد من لاعبيها إبان حرب التحرير. أديني دجيل اللي غذل قروني في غرون لا شيء مستحيل، مبدأ سارت في دربه الشبيبة بدليل زحفها نحو الأضواء سنة 68. موسم واحد كان كافيا في الدرجة الثانية لكي تنصب نفسها ضمن الكبار، وإلى يومنا هذا تحتفظ الجياسكا بلقب الشرف كالفريق الوحيد الذي لم يذق طعم السقوط إلى الدرجة الثانية منذ صعوده سنة 1969. شبيبة القبائل 50 سنة في الأولى وستبقى بالأبد، وستبقى للأبد. صدمين كورتاج كل مدينة برودوي لابسين والماتش في يدينا. كان تأقلم الكناري سريعا في الدرجة الأولى، وحقق أولى الألقاب موسم 72-73، لقب دفع المؤرخ لحمل ريشته، لكنها لم تجف من تدوين الأول حتى جاءها اللقب الثاني وعلى التوالي. الآن كل شيء واضح، الوريث الشرعي للبطولة يعلن عن نفسه. يبدو أن اسم المزيان إندلن لقبيل يزعج الكثير، خاصة مع البعد الذي أخذه الفريق، فقرر الرئيس الأسبق بإعادة تسميته من خلال إعطاء معنى آخر لحروفه اللاتينية: جمعية سريع الكواكب. اسم لم يكن سوى على الورق، فلا أحد يرى في الجياسكا سوى جوناس سبورتيف دو كابيلي. إجراء لم يمنع أسود جرجرة من مواصلة صنع المجد موسم 76-77 بتحقيق أول ثنائية، البطولة والكأس. هذه الأخيرة كانت الأولى من نوعها وصفحة أخرى من التاريخ التي بصم عليها مقران بايلاش وزملائه هداف المنافسة آنذاك ب20 هدفا.
ما زلغ ديما زغال ما زلغ ديما زغال ما زلغ. ومع الإصلاح الرياضي سنة 77-78 النادي ولمرة أخرى يتغير اسمه إلى جات هذه المرة، لكن ما من اسم يستطيع طمس هوية النادي، فتعادت الهتافات في مدرجة ملعب وكيل رمضان بجوجورتا إكزيست توجور نسبة للحروف الأولى اللاتينية، كما لقب في تلك الآونة بالجامبو جيت أو الطائرة الضخمة ذات قدرة حمولة كبيرة. كيف لا، والكناري حلق فوق سماء الكرة الجزائرية والإفريقية وحصد الكثير من الألقاب تحت إمرة المدرب التاريخي ستيفان زيفوتكو. للتاريخ فكانت أولى المشاركات الإفريقية أكثر من مشرفة بالوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال. وفي سنة 1979 الجامبو جات بطلا للجزائر للمرة الرابعة. سنة 1980 غادر الكناري عشه وانتقل لمعقله الجديد ملعب أول نوفمبر 54. وفي السنة الموالية يحقق خامس الألقاب في البطولة ولقب رابطة أبطال إفريقيا، وبأي طريقة التتويج دون أي خسارة. وشاهد النهائي أمام فيتا كلوب حملة جياسكا للألوان الخضراء والصفراء لأول مرة. وفي هذه المرحلة استسلمت ريشة المؤرخ وجف حبرها، معلنة عدم قدرتها على مجاراة ماكينة الألقاب هذه، فالشبيبة لا تكتب التاريخ وإنما هي التاريخ ذاته. سنة 1982 الشبيبة بثوب بطلة إفريقيا تفوز على النادي الكاميروني يونيون دو دولا بركلات الترجيح، الفائز بدوره بلقب كأس إفريقيا للأندية المتوجة بالكأس، واعتبرت هذه المواجهة أول كأس سوبر إفريقي. ماشي فريق عادي وإحنا ديفيرنتي، هيستوريا جراندي والراس مرفوع وعليك انتي فوندي. محليا الشبيبة لثاني مرة في تاريخها تحافظ على لقب البطولة، محققة بذلك سادس الألقاب، ويظهر طغيان الزاعم على المنافسة جليا بعد أن أضاف لخزائنه لقب 85 و86. هذا الأخير كان برصيد 98 نقطة، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل. كما توجت بكأس الجزائر، وشهدت هذه السنة رقما قياسيا، وهو تتويج ناصر بويش مهاجم الشبيبة بلقب هداف البطولة برصيد 36 هدفا، وهو رقم لازال صامدا ليومنا هذا. في سنة 88 900 و1000 الثنائي خالف وستيفان زيفوتكو ينسحبان من تدريب الجياسكا بعد 12 سنة حققوا فيها 6 بطولات كأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا، ويعدان ليومنا هذا الثنائي الأكثر تتويجا في تاريخ الكرة الجزائرية. مع استرجاع الشبيبة لاسمها بعد نهاية الإصلاح الرياضي، توجت بلقبين متتاليين للمرة الرابعة في تاريخها سنة 1989 لتصبح برصيد 10 ألقاب. وكان موسم 1990 موسم الثنائي الأغلى بعد التتويج برابطة أبطال إفريقيا أمام نادي الزامبي إن كان الريد ديفلز ليرفع الزعيم الدرع الذي يحمي الجزائر وماسح دموعها في العشرية. قصة الشبيبة مع الكأس تواصلت موسم 1991-92 وتلاه اللقب الرابع في المنافسة سنة 1994.
كما كان الزعيم الدرع الواقي للجزائر خلال التسعينيات، فهو كذلك في الألفية الجديدة، خاصة مع الربيع الأمازيغي وفيضانات باب الواد، مهديا لهم 3 كؤوس للكاف على التوالي مواسم 2000 2001 و2002. عصاري وردة نادي غازات سوق سيدا من كبيرة جدا. دقيقة صمت يعلنها الحكم مجددا فوق أرضية الميدان، الحكم المالي موسى كانوتي. أدخل إنجاز التتويج القاري في 3 مناسبات متتالية نادي شبيبة القبائل إلى العالمية رفقة 4 أندية أخرى، هم ريال مدريد، بايرن ميونخ، أجاكس أمستردام والأهلي المصري. وكان آخر المنضمين للقائمة هو نادي إشبيلية الإسباني سنة 2016. وبعد 9 سنوات من آخر تتويج بالبطولة، تعود الشبيبة من جديد موسم 2004 لتعانقه للمرة 12 وبعدها 13 موسم 2006. أما في موسم 2008 فكان سيناريو التتويج مغايرا بعد الصراع مع الوفاق، لكن خسارة الأخير على البساط الأخضر أمام أسود جورجرا يحسم اللقب 14 بعيدا عن أقرب المتابعين ب6 ألقاب كاملة. عقبيلي ميصلى صال سير وسهل بحال الباطل في الناس يبطال دفير ويتسوال عقبيلي ميصلى. وفي منافسة السيد الكأس انتظرت شبيبة القبائل حتى موسم 2011 لتحقق 5 ألقابها والأخير لحد الآن. اسمي معزيز في الليل انا نبدي مديني الله. فترة 2011-2020 عاش فيها الكبير خيبات عديدة، لكن الكبير يمرض ولا يموت، فيعود في كل مرة إلى البوديوم، غير أن التتويج لم يحالفه، فتارة لسوء التسيير وتارة لعقوبات مبهمة مثل الصادرة إثر اختيار اللاعب الكاميروني ألبير إبوسي سنة 2014. طلب مني شخصيا سي محفوظ قرباج قبل مباراة نصف النهائي كأس الجمهورية، قال لي حرفيا قال لي vous serez désigné et vous avez pour mission de désavantager intelligemment la JSK. نقولها ونتحمل مسؤوليتي باسكو الشبيبة فريق كبير، فريق اللي فرح الجزائريين في كي كان الجزائريين يبكي. خضراك يا بلادي في عوام كنتي تبكي JSK كانت تمسح في دموع ولي اليوم انكرتي فيها راكي غدرتي رباطة لي فينا والحق ميسور ماشي فريق عادي واحنا ديفيرنتي هيستوريا جراندي والراس مرفوع وعليك انت فوندي جامي نسمح جامي بيني وبينها اسوار دامور. لكن دوام الحال من المحال، فلا بد من عودة المياه لمجاريها، الكنر لسمائها، الجنبوجة للطيران على خطوطها، والزعيم للقيادة. JSK الدوغال. أروادك سلم حالي الفديس شوي للان ورسمي حق العلام خاص
وتحين لتنشيط ذكرى الثمانينات لما كان لا صوت يعلو فوق الصوت الكناري، لما كان لا صوت يعلو فوق الصوت الكناري، لما كان لا صوت يعلو فوق الصوت الكناري.